البيضة من الفرخة ولا الفرخة من البيضة؟ سماسرة البيض اتحكم على 4 منهم في المحكمة الاقتصادية بغرامة كل واحد 5 مليون جنيه، نتيجة الاتفاق على تعلية الأسعار فيما بينهم. يعني كرتونة البيض اللي هي وصلت دلوقتي في منها ب180 190 وداخلة على 200 جنيه. كان الحل، في حل طرحته الحكومة، هو استيراد البيض التركي، وانا مش عارفة ازاي البيض التركي بيستورد بالدولار ويبقى ارخص من البيض اللي في مصر. شعبة الدواجن بقى ما سكتتش، قالت ان دوت بيضر بالصناعة وان ده مكايدة للصناعة المصرية. طيب مكايدة، طب ما يعني الاتفاق بين السماسرة ده كان ايه اصلا؟ يعني ما كانش مكايدة للشعب المصري لما كرتونة البيض اللي هي تعتبر يعني غذاء الأولاد في المدارس ويعني عنصر مهم من الغذاء للمصريين، يرتفع سعرها بالشكل دوت، وكل يوم ما بتنزلش، هي طالعة في الطريق. لكن برضه هو يعني ازاي احنا وصلنا لمرحلة ان احنا نستورد بيض؟ طب احنا بنشتكي من ندرة الدولار، وكان في حديث عن ان في حاجات يعني بنستوردها ملهاش لازمة. اتكلمنا عن الشوكولاتة، اتكلمنا عن طب البيض يعني يا جماعة، يعني الفرخة المصرية الغلبانة ديت هي بتبيض، والبيض بتاعها بتاكل من هنا في مصر وكل حاجة، ويطلع البيض بتاعها أغلى من البيض اللي هو بيجي مستورد ومدفوع بيه بالدولار. من الواضح ان في حاجة غلط، في حاجة مش مظبوطة. طب ما يكون في رقابة على الناس ديت، يشوفوا. هو شعبة الدواجن بتقول ان احنا نحسن الاوضاع بالنسبة للمزارع، ويعني يشوفوا مشكلة المزارع ايه والتحسين الاوضاع، وده هيؤدي يعني كنتيجة يعني لتحسين الاسعار. لكن للاسف عندنا في مصر الحاجة اللي بتعلى مش عارفة ليه ما بتنزلش تاني، ما بترخصش تاني. مش فاهمة ليه، ايه الحكمة في كده؟ عايزين نعرف بصراحة ربنا، يعني حاجة مؤلمة جدا.